مساء الخير والنور والسعادة على أحلى متابعي قناتنا قناة إماراتي لشز. حياكم الله في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفاتنا الحصرية والمميزة دايما. نرحب فيكم ونقولكم لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تستمتعون بكل شيء جديد نقدمه في القناة. وصفتنا اليوم شكشوكة البيض بجبن الفيتا والخضار، وتنفع لإفطار الصباح، تقدم مع سلطة وكوب من الشاي أو كوب من شاي بالحليب، وتنفع كذلك كعشاء خفيف تقدم مع الخبز العربي. خلونا مع بعض في البداية نشوف الحشوة اللي راح نحطها على البيض. في البداية أضفت 2 ملعقة طعام من جبن الفيتا، وأضفت ملعقة طعام من كل من البقدونس المفروم والكزبرة المفرومة والشبت المفروم والقرن فلفل أخضر حار مفروم. بعدها أضفت ملعقة طعام من زيت الزيتون. تنظيف للنكهة بهارات مطحونة خفيفة. أضفت ملعقة طعام من عصير الليمون، وكذلك ربع ملعقة شاي من الفلفل الأسود المطحون. نخلط المكونات مع بعض حتى تتجانس وتعطينا الطعم اللذيذ. مشاهدينا ممكن الاستعانة باللبنة بدل جبن الفيتا. ونضيف ربع ملعقة شاي من فلفل الأحمر الحار البودرة، وهذه مسألة اختيارية. في تاوة غير لاصقة نضع 2 أو إلى 3 من زيت الزيتون. بعدها نضيف بصلة واحدة متوسطة مفرومة بشكل ناعم. نحمر البصل إلى أن يذبل وياخذ اللون الأشقر. بعدها أضفت عدد 2 طماطم متوسطات مفرومات بشكل ناعم. ننتظر إلى أن يذبل الطماط مع البصل. بعدها نضيف البهارات المطحونة، وهي عبارة عن القليل من البهارات الإيطالية والكركم المطحون والفلفل الأسود المطحون، وكذلك رشة ملح. نخلط المكونات مع البصل والطماط، ونضيف كذلك ملعقة طعام أخرى من زيت الزيتون. نبدأ بإضافة البيض. أنا أضفت 4 بيضات وتكفي لشخصين، وممكن إضافة عدد أكبر من البيض طبعا، وهاي المسألة ترجع لي عدد الأشخاص في البيت. إضافة البيض تكون بشكل تدريجي. نغطي على البيض ونخليه إلى أن ينضج. بعدها نقوم بتوزيع خلطة جبن الفيتا والخضار اللي سويناها في بداية الفيديو على قرص البيض كامل. ونضيف كذلك الملعقة الرابعة من زيت الزيتون. هذه وصفتنا جهزت مثل ما انتم شايفين أمامكم. قدمتها مع حليب الشاي أو الكرك، وكذلك السلطة، وتقدم مع الخبز العربي. وعلينا وعليكم بألف عافية، ونقول مع السلامة.